عايزة تعملي شوية ملوخية بالأرانب زي ما قال الكتاب. ملوخية محتفظة بخضرها، قوامها حلو جدا وطعمها خطير ولذيذ جدا جدا. اتفرجي على الفيديو ده عشان هقولك ازاي تعملي احلى ملوخية بالأرانب. وكمان الأرانب هنا بطريقة حلوة جدا جدا. لو ما عملتيش الأرانب بالطريقة دي يبقى انت ما عملتيش أرانب قبل كده. شايفين قد ايه دايبة؟ وكمان اللحم بتاعها لونه ابيض جدا وما فيهاش اي ريحه ولا طعم للزفاره خالص، طعمها خطير بجد. تابعي معايا الفيديو عشان ان شاء الله تستفادي. ويا ريت تدعميني بلايك لو اول مره بتشوفيني. انا اسمي سعاد، ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي يا ريت تشرفيني وتنوريني باشتراكك. اول حاجه هنا انا عندي ارنب، طبعا غسلاه كويس جدا في الاول كده بالدقيق، وبعدين نقعته في ميه وملح وليمون وشويه كده من السكر وسبته حوالي ساعه. يعني ممكن من ساعه لساعه الا ربع. تمام، بعدين صفيته كويس جدا من الميه. اهم حاجه بقى الخطوه اللي هنعملها دلوقتي، حله فيها معلقه من السمنه البلدي وحطيت فيها فصين من المستكه. اول ما السمنه تسخن كده والمستكه تسيح فيها هننزل على طول بالارنب. الخطوه دي مهمه جدا لان الارانب يا جماعه ما فيهاش اصلا اي نسبه دهون خالص، وتقريبا لحمها بيكون خفيف جدا جدا، فاحنا عايزين نطعمها، عايزين نديها طعم حلو ودسامه كده شويه. فخطوه التشويح دي مع فصين المستكه حلوين جدا جدا، هيدوها طعم تحفه. ولو انت ما عملتيش الارانب كده زي ما قلت لك يبقى انت ما عملتيش ارانب قبل كده. طبعا كل ما جزء كده ياخد لون التشويح هنقلبه كده على الجنب التاني. يعني الخطوه دي ما بتاخدش كتير، احنا مش عايزين نغمقها، بس احنا عايزين نديها كده تشويحه بسيطه. دلوقتي بقى نحط المنكهات. عندي 4 فصوص من الحبهان ولازم نفتحها كده، ما ينفعش نحط فص الحبهان مقفول. 4 او 3 ورقات كده من اللورة. رشة فلفل اسود، لو عندك فلفل اسود حب يفضل طبعا تحطيه حب. وطبعا هقلب كده عشان اتاكد ان هي ما لونها مغمقش يعني. نتابعها عشان مش عايزاها تتحرق، مش عايزه يكون في لسوعه، انا بس عايزه ادي تشويحه خفيفه. دلوقتي بقى نحط بصلايه وطماطمايه وجزرايه مقطعاهم كده 4، يعني البصلايه مقطعاها 4 والطماطمايه والجزرايه برضو 4. وتقليبه كده خفيفه. وانا هنا مسخنه ميه في الكاتل، لازم نحط الميه تكون سخنه، ما ينفعش نحط ميه بارده ابدا عشان هتقلب معايا بطعم زفاره. طبعا الملح هنا مش هنحطه دلوقتي، هنعمل الارنب معامله اللحمه، الملح بنحطه في الاخر خالص، يعني اخر 5 دقايق كده من التسويه. انا هنا طبعا هكمل، هزود ميه وهغطيها على نار هاديه، هسيبها تستوي لمده معاكي من نص ساعه لساعه الا تلت بالكتير قوي، مش هياخد وقت اكتر من كده. بصوا هنا بعد يعني خلاص كان فاضل على التسويه حوالي 5 دقايق، يعتبر كان استوى. ضفت الملح، وبصوا بمجرد ما تغرزي كده الشوكه تلاقيها اتغرست فيه، يبقى هو كده تمام استوى. بصوا الشوكه دخلت من جنب وطلعت من الجنب التاني. ما تطوليش عليه في عمليه السلق عشان ما يكشش قوي وتلاقي ان في الاخر الارنب كش جامد منك. دلوقتي بقى انا هطلعه من الشوربه عشان ما يتهريش. وبعدين هنعمل بقى شويه ملوخيه على بال ما نيجي نحمر الارانب بتاعتنا. حله كده على النار احط فيها شويه شوربه صغيرين مش كتير. الشوربه هنزودها على حسب كميه الملوخيه، بس واحده واحده عشان ما تخفش معانا. حطيت فيها نص معلقه كده صغيره من الثوم المهروس او الثوم المفروم. كنت فرماه، حط عليه شويه كده من الكزبره وهو بيتفرم في الكبه. خدت منه نص معلقه شاي ضفتهم على الشوربه، يغلوا معاهم كده شويه. بعد غلوتين 3 هضيف الملوخيه. طبعا تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها، مفيش اي مشكله. الملوخيه ما بتغليش خالص، يا دوبك بس هنقلبها كده لغايه الملوخيه ما تفك، يعني تفك كده من بعضها، ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص. بنفس الشكل كده يعني تختلط بالشوربه كده كويس. وبعدين هنعمل بقى الطشه. طاسه كده على النار فيها معلقه كبيره من السمنه، وهنزل بمعلقه كبيره مليانه من الثوم المفروم، وهنقلبه كده شويه. وبعدين هضيف معلقه كده صغيره مليانه من الكزبره الناشفه. الكزبره مش بحب اضيفها في الاول خالص عشان ما تمررش، بعد شويه كده من غليان الثوم قبل طبعا ما ياخد اي لون بضيف عليه الكزبره على طول. ما نخليش الثوم ياخد لون غامق عشان بغير طعم الملوخيه. يا دوبك كده لونه يبقى ذهبي فاتح زي كده بالظبط، هو كده تمام قوي. هضيفه على الملوخيه. واسفه جدا المقطع ده ما تصورش يعني، جت بعد ما حطيتها للاسف على الملوخيه.
بس نزلت الطشه وبعدين خدت كده بالكبشه ملوخيه حطيتها في الطاسه اللي فيها اللي كان فيها الطشه وقلبتها كده ونزلتها تاني. بصوا قوامها ما شاء الله تحفه. تقدري تحطي حته صغيره كده من مرقه الدجاج، مش بحط المكعب كامل، بحط حوالي حته صغيره ربع المكعب يعني، تدي بس ايه تست حلو. وكده تمام قوي. الملوخيه ما بتغليش خالص يا بنات. هنا بقى هنحمر الارنب بتاعنا. طاسه سخنه على النار، حطيت فيها معلقه كبيره من السمنه. وانا بحب اعمل الخطوه دي في اي نوع طيور او لحوم كده هحمرها، بحط كده رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود في السمنه عشان الحاجه تبقى حايقه كويس. تمام يعني سواء حمر فراخ او لحمه او اي حاجه تاني، بحب اعمل خطوه الملح والفلفل في السمنه في الاول. طبعا هنحمره تحمير عادي جدا ما فيهاش اي افتكاسه خالص. اول ما ياخد لون من على الجنب ده هقلبه على الجنب التاني وهيبقى تمام قوي كده. شايفين اخد لون حلو قوي. ما تطوليش عليه في التحمير عشان ما ينشفش منك، يعني يا دوبك كده ياخد لون وخلاص كده تمام قوي. اي جزء مش واصل كده لارضيه الصينيه للطاسه قصدي، بتضغطي عليه كده بمعلقه او باي حاجه عشان يتحمر حلو، يبقى كله واخد نفس اللون. اهو ما شاء الله هو كده تمام قوي. خلاص بقى انا هطلعه. وده بقى الشكل النهائي للملوخيه والارانب. هتاكلي احلى ملوخيه بالارانب ان شاء الله. اتمنى ان انت تجربي الوصفه. شايفين الملوخيه محتفظه بخضرها ازاي؟ ان شاء الله تعجبك جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.